في يونت 1 وهو بعنوان الكيميكال انديكيتورز. كيميكال انديكيتورز هنا انا عندي لسه قايل من شويه ان انا عندي اسيدك وعندي الكالاين، ازاي اقدر افرق ما بينهم؟ دي عن طريق الانديكيتورز. فانا بقول لك ان انا لو انا جبت concentrated sulfuric acid وحطيته على الشجر هيعمل لي المنظر ده. فهتيجي تقول لي طب ما هنا يا مستر ممكن ادوق او المس او اشم واعرف الفرق ما بين الاثنين. هقول لك خلي بالك، ممنوع منعا باتا ان انت تشم او تدوق او تلمس اي حاجه في اللاب، ممنوع. قال لك ليه؟ قال لك والله ان انا عندي some acids burning، في acids عندي حارقه بتلسع، وفي عندي الكالاي بتبقى كوستيك، بتبقى يعني اجرنا الله يعني، فبتبقى خطر جدا 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 جدا. انا عاوز اقول لك في لو انا جبت سلفوريك اسيد وحطيت فيه دبوس فرخه، يعني ممكن اسيب لكم لينك الفيديو يعني في الديسكربشن بما ان انا مش محضره هنا يعني. حرفيا هو حط دبوس الفرخه، اظن الناس اللي معايا في البرايفت او معايا في جروبس وريتهم الفيديو ده، دبوس الفرخه اختفى تماما بعظمه بكله على بعضه. تخيل انت تحط ايدك جواه، فاهم؟ حط مش هنقول بقى ايه النقطه بتاعت المنوفيه يعني، حصل خير. طيب طب انا هفرق ما بينهم، قلنا عن طريق مين؟ انديكيتورز. طيب انا عندي الانديكيتورز دي بقول لك ان هي سبستانس. بسم الله راح فين؟ قال لك ان الانديكيتورز دي هي سبستانس الكالر بتاعها بيختلف. لو انا حطيته في اسيدك ميديوم او الكلاين ميديوم او ايا كان اللون بيعمل ديفرنت تشينج. فانا مثلا هنا بقول لك ان الليتمس انديكيتور لسه احنا قايلين عليه من شويه بيبقى في الاسيد بيبقى ماله؟ بيبقى لونه ريد. ليه؟ بيكوز ات هاز هيدروجين بوزيتيف ايون. وفي الالكلاين بيبقى لونه ايه؟ بلو، لان فيه او اتش نيجاتيف. طيب وفي النيوترال قال لك ان هو بيبقى الكالر دازنت تشينج. ليه؟ لان الكونسنتريشن بتاع الاتش قد الكونسنتريشن بتاع مين؟ بتاع الاو اتش. طيب هنا بيقول لك هيدروكلوريك اسيد اهو هيحول الستريب ليه؟ ريد. طيب صوديوم هيدروكسيد هيحولها لايه؟ لبلو. طيب اسيتيك اسيد برضه هيحولها لريد. الليتمس بيبر دونت تشينج ان ديستلد ووتر. حد يقول لي يعني ايه هي مس ديستلد ووتر؟ هقول لك عارف الصيدليه، عارف انت الميه اللي بتيجي مع الدواء اللي هو الباودر ده وتحط، اللي كان طعمه يقرف، استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب، كان طعمه وحش قوي، كنت صغير كنت تفضل تقول مش هترضى تاخده، هو دي الديستلد ووتر يعني. فانا بقول لك ان الليتمس بيبر دونت تشينج بتوين سترونج اسيد وويك اسيد. ليه؟ لان هي بتدي نفس الكالر عامه يعني. قال لك ان انا عندي يونيفرسال انديكيتور، فانا بقول لك ان هو كان ديفرنشيت، ده اقدر افرق ما بين الاسيد والالكالاي، واقدر افرق ما بين الديفرنت اسيد، اعرف افرق بينه ما بين السترونج اسيد والويك اسيد والسترونج الكالاي والويك الكالاي. تمام كده؟ طيب وده طبعا شكله او الالوان اللي بيديها لي في البي اتش المختلفه يعني. البي اتش ده اللي هو تركيز، اللي هو الكونسنتريشن بتاع الاتش، كونسنتريشن بتاع الاتش. هنا بيقول لي some dyes are extracted from some plants to be used as indicators from the table 1. كل دول indicators ما عدا ايه؟ خلي بالك انا هنا بقول لك ان ده ده البلانت سواء اكس او واي او زد او دبليو، ده لون الداي نفسه. طيب اكيد لو انا هعمل داي تكون انديكيتور تقدر تفرق لي ما بين الاسيد والالكالاي. طيب ده في الاسيد بيربل وفي الالكالاي جرين، فيقدر يفرق لي ما بين الاثنين. طيب هنا الجرين هنا مش البلانت واي ده البيجمنت بتاعته لونها في الاسيد هيبقى يلو، وفي البلو وفي الالكالاي هتبقى بلو يلو، مش هتقدر تفرق. لكن هنا هتبدا تفرق عادي وهنا هتفرق عادي. يبقى بالنسبه لي اكس هي اليمين، مش هقدر افرق بينها وما اقدرش استخدمها از انديكيتور. طيب to determine whether gas or acidic ممكن استخدم مين؟ انديكيتور ستريب. تمام كده؟ طيب الستريبس دي بتشتغل في السوليوشنز بس، يعني مش هينفع اجيب سوليد وابدا احط فيه مش هيتغير، لازم يكون عندي سوليوشن. طيب الاسيدك جازز اللي احنا لسه قايلين عليها من شويه دايما بتديني ريد في الليتمس سوليوشن او الليتمس بيبر، والبيزك بتديني مين؟ بلو. طيب انا عندي نيوترال جاز، النيوترال جاز دي مش بتاثر على اي انديكيتور. زي مين؟
زي ال H2 وال O2 وال N2. طيب انا عندي بقى الكلورين جاز اللي هو السي ال، قال لك ان ده هيعمل بليتشنج للليتمس بيبر، هيحولها لوايت اصلا، اللي هو الكلور سي ال كلورين. الجزئيه دي على ضمانتي الشخصيه، على ضمانتي الشخصيه ان شاء الله مش هتيجي في ولا امتحان عامه. ليه؟ قال لك والله ان الجزء ده كان نازل لنا من الوزاره من الاول. قال لك والله ان البلانت هنا الهيدروجينيا ده كان قال لك ان هو في الالكالاين بيبقى بلو وفي الاسيدك بيبقى ريد. جاب بعد كده الوزاره عكست الكلام، فطبعا مش هتيجي. تمام كده؟ طيب فالجزء ده موجود في كتاب المدرسه كده، لكن نزل تعديل من الوزاره بالعكس، فنخلي بالنا من البوينت دي. تمام كده؟ وعلى ضمانتي الشخصيه اللي مش جايه في امتحان. طيب لو انا عندي سويل اسيدك سويل وانا عايز اخليها نيوترال، قال لك هحط عليها مين؟ بيزك. زي مين البيزك اللي عندي هنا؟ الكالسيوم هيدروكسيد. ليه؟ لان ده الكلاي، فلما احطه على اسيد هيخليه نيوترال، فهيخلي مين؟ الاتش قد الاو اتش، فيعمل مين؟ نيوتراليزيشن، تعادل. طيب باجي بعد كده اقول لك ان انا عندي حاجه اسمها البي اتش سكيل. قال لك البي اتش سكيل من الزيرو لحد قبل ال7 كده بالظبط ده اسيدك، 7 ده نيوترال زي الديستلد ووتر، اكتر من كده يبقى ايه؟ الكلاين. خلي بالك كل ما همشي كده اهو اسيدك ديكريز والكلاينتي انكريز. يعني ايه؟ يعني مين اكبر اسيديتي؟ ال1 اسيد اكبر من ال6، يبقى الاسيديتي بتاعت ال1 اكبر من الاسيديتي بتاعت ال6. تمام. الالكلاينتي بتاعت ال14 اكبر من الالكلاينتي بتاعت 9. خلي بالك، يبقى كل ما بمشي كده الاسيديتي بتقل والالكلاينتي بتزيد. يعني ركز معايا، يبقى الاقوى هنا هيبقى مثلا 0 اقوى من 4، لكن الالكلاينتي العكس. تمام. طيب الديستلد ووتر قلنا البي اتش بتاعها ب 7، الاسيدك اقل من 7 والالكلاين مالها مور ذان 7. عندي بعد كده سورنسون قال لك ان ده هو اللي اكتشف ان البي اتش، وقال لك ان يقدر يفرق ما بين الاسيد والالكلاين والبيز سوليوشن. قال لك البي اتش ديفايس، قال لك بقى والله بدل ما تجيب ورقه واشوف بقى الكلام ده كله، قال لك عملت ديفايس ابدا احط فيه في السوليوشن يبدا يطلع لي مين؟ ديجيتال، ويبدا يطلع لي الرقم على طول. قال لك اليونيفرسال انديكيتور هو ستريب، الكالر بتاعه تشينج ديبند اون ذا بي اتش، يبقى اللون بتاعه بيتغير حسب البي اتش. قال لك ان كل بي اتش ليه لون مختلف، فده اقدر افرق بينه بين السترونج وما بين الويك. على عكس الليتمس بيبر ما بقدرش افرق ما بينها خالص، لان بتدي في كل الاسيدك ريد، مفيش منه درجات، هو ريد، وبتدي بلو عند السترونج او عند الويك الكلاين. تمام كده؟ فابدا اخد بالي من الحاجات دي كويس قوي. ادي البي اتش سكيل، اقوى اسيديتي عندي عند الباتري، واقوى الكلاين عند الدرين كلينر. تمام كده؟ طيب مين الاسيديتي بتاعته اعلى؟ الاستومك اسيد ولا الميلك؟ خلي بالك الاستومك اسيد ده اسيد، والميلك اسيديتي. مين اللي اقوى اسيديتي؟ الاستومك اسيد بالنسبه لمين؟ للميلك. وطبعا الدرين كلينر يعتبر ايه؟ اقوى الكالينيتي من البيكنج سودا. طيب مين في دول وات از ذا سترونجست الكالاين؟ مين؟ درين كلينر. عايز البي اتش بكام؟ 14. وات از ذا سترونجست اسيد؟ الباتري، والبي اتش بكام؟ بزيرو. compare between acidity of vinegar and tomato. what's the explanation؟ الفينيجر اهو والتوميتو اهي، فانا هقول acidity of vinegar greater than tomato. ليه؟ because pH of vinegar is less than مين؟ tomato، او ال concentration of H positive greater than ال H positive الموجوده في التوميتو. compare between alkalinity of baking soda and ammonia solution. اهو هتقول ان هنا ده يبقى more alkalinity. ليه؟ because concentration of OH هنا موجوده اكتر من هنا. تمام جدا. طيب قال لك بي اتش فاليو اوف سكين كير والهير دراير
برودكتس قال لك ان هي بتكون مين؟ زي الشامبو بستخدمه في الكليننج هير، قال لك ده بيكون مين؟ الكلاينتي. تمام كده. طيب انا بعد كده بقول لك ان السولتس هي بتتكون من مين؟ احنا لسه قايلين بقى من الرياكشن اوف ايه؟ اوف اسيد ويز الكلاين كان بيديني مين؟ سولت ووتر. تمام كده. طيب وقلنا الرياكشن ده اسمه نيوتراليزيشن. طيب السولتس عندي بتتكون من بوزيتيف ايون، والشق الثاني يكون حاجه من الاثنين، يا نيجاتيف ايون يا نيجاتيف اتوميك جروب. يبقى تعالى كده السولت قال لك بوزيتيف ايون او بوزيتيف اتوميك جروب. طيب البوزيتيف ايون ممكن يجي مع مين؟ مع حاجه من الاثنين، مع نيجاتيف ايون او نيجاتيف اتوميك جروب. طيب بوزيتيف ايون زي ال ايه مع مين؟ مع السي ال. خلي بالك نيجاتيف اتوميك جروب ما عدا مين؟ الاو اتش، لان الاو اتش دي مين؟ الكلاين. يبقى اكسبت او اتش. خلي بالي زي مثلا ال NaNO3. تمام كده. يبقى البوزيتيف ايون مع مين؟ مع نيجاتيف ايون او مع نيجاتيف اتوميك جروب. تاني حاجه بوزيتيف اتوميك جروب اللي هي كانت عندي NH4 بس اونلي، حاجه من الاثنين، نيجاتيف اتوميك جروب او نيجاتيف ايون. زي مين؟ قال لك ان NH4 مثلا NO3 مع نيجاتيف ايون NH4 مين؟ Cl. يبقى كده البوزيتيف ايون ممكن يكون معاه بوزيتيف اتوميك جروب او بوزيتيف ايون او نيجاتيف ايون سوري، لكن البوزيتيف اتوميك جروب ممكن يكون معاها نيجاتيف او نيجاتيف. النيجاتيف الاولى ممكن تكون اتوميك جروب زيها او نيجاتيف ايون. ده بالنسبه للجزء بتاع مين؟ السولتس. طيب تعالى كده نحل التيبل ده. قال لك البوتاسيوم بروميد، مين الكاتايون اللي عندي؟ بوتاسيوم، ادي كي بوزيتيف. مين الانايون بروميد؟ البروميد مين؟ ادي بي ار نيجاتيف، هتبقى كي بي ار. نيكل كلورايد، مين الكاتايون هنا؟ النيكل ان اي. كلورايد سي ال، خلي بالك السي ال نيجاتيف 1. طيب صوديوم سلفايد، ماشي ادي هنا اس، فيبقى ايه؟ ده اس نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 سوري، يبقى ان ايه 2 اس. اللي بعده صوديوم كربونات، الكربونات سي او 3 ادي هنا نيجاتيف 2، فهتبقى ايه؟ ان ايه 2 سي او 3. طيب ادي الكالسيوم سلفيت، السلفيت اس او 4، خلي بالك دي نيجاتيف 2 فادي هنا بوزيتيف 2 فم ايه؟ يبقى هيطيروا مع بعض فتديني سي اي اس او 4. طيب بوتاسيوم فوسفيت، الفوسفيت اللي هي بي او 4 نيجاتيف 3، طيب فهتبقى كام؟ لازم دي تبقى زيها 3، يبقى هنا كي 3 بي او 4. حلوه قوي. ألمونيوم سلفيت، ادي الاي ال ادي هنا بوزيتيف 3، ودي هنا مين؟ اس او 4. طيب انا هنا نيجاتيف 2 فهعمل ايه؟ ايوه هبدل ما بينهم، فاجي اقول لك ان الاي ال 2 اس او 4. هل ينفع اكتب 3 هنا؟ لا لازم احط براكتس، يبقى اي ال 2 اس او 4 باي 3. امونيوم نايتريت، النيتريت ان او 3، يبقى ان اتش هنا نيجاتيف 1 ان اتش 4. خلي بالك ان اتش 4 بوزيتيف 1 على فكره، هنا غلطه ان او 3. تمام كده. يبقى لازم التشارج بتاعت السولت ايكوال 0. طيب هناخد البروبرتيز اوف سولتس. بقول لك ان الكالر بتاعها في منه كالر يا اما يكون وايت، قال لك الوايت زي الزنك سلفيت او صوديوم كربونات. تمام. لكن الكالر قال لك ان الكبر سلفيت لونه بلو والنيكل كلورايد لونه جرين. طيب خد مني حاجه على جنب اكسترا زياده كده تبقى انت عارفها لنفسك، ممكن تجي لك كادفانسد او حاجه.
ان ايه ان او 3 صوديوم نيتريت، ده وايت. عندي بعد كده الكبر كربونات، ودي جرين. يعني احفظها مش هتضرك، تمام. زياده يعني. قال لك solubility in water، قال لك ان انا في عندي salts can dissolve in water، والسولتس الثانيه can't dissolve in water. طيب السولتس اللي dissolve in water قال لك دي مين؟ soluble salts. زي مين؟ زي النيتريت سولت، والنيكل كلورايد سولت، والكبر سلفيت. دي بتدوب في الميه. قال لك كل الكربونات مش بتدوب في الميه ما عدا الصوديوم والبوتاسيوم والامونيوم كربونات، زي الاي جي سي ال والسي اي اس او 4. يبقى هنا مثلا مين اللي بيدوب؟ لو قال لي ال ان اي 2 سي او 3، تمام، كي 2 سي او 3، تمام. وامونيوم كربونات اللي هي مين؟ ان اتش 4 سي او 3. هنا احط باي 2. كل دول بيدوبوا، اي كربونات غيرهم مش بيدوبوا، تمام كده. طيب السولتس عندي ممكن تكون less than 4 less than 7 سوري، زي ال NH4Cl، ونيوترال تكون 7 بالظبط زي ال NaCl، والكلاينتي زي ال Na2CO3. يبقى الكونسنتريشن او البي اتش بتاع السولتس ممكن بيتغير، في منه اسيدك وفي منه الكلاين وفي منه نيوترال، تمام كده. طيب بعد كده بقول لك ان عندي salinity of dead sea is highest in the world. قال لك ان اكبر كميه ملوحه بتكون في البحر الميت. يبقى السالينيتي اللي موجوده في الديد سي هي highest in the world، وقال لك ان هي قد السالينيتي اللي موجوده في الريد سي 10 تايمز، 10 مرات. قال لك عشان كده صعب او مستحيل ان حد يغرق في الديد سي. ليه؟ قال لك ان السالينيتي عنده عاليه جدا، فالدينستي اوف ووتر بتبقى عاليه، فصعب ان مين؟ ان حد يعوم او يغطس جواه. ولحد هنا يكون الحصه بتاعتنا خلصت والمراجعه بتاعتنا خلصت. اتمنى لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير وكل الحاجات الحلوه دي والسبسكرايب، وتستنونا في فيديوهات جايه كتيره، وربنا يوفقنا ويوفقكم جميعا. وهسيب لكم لينك للتشانل بتاعت التليجرام، هتلاقوا عليها كل اللي انتم محتاجينه في المنهج ان شاء الله لكل المراحل من اول برايم 4 لحد سكندري 2. وهسيب لكم رقم الواتساب بتاعي في الديسكربشن، لو حد عنده اي سؤال ما يترددش اللحظه ان هو يبعت لي، وانا ان شاء الله هرد عليكم كلكم. واشوفكم بخير يا رب، وربنا يوفقكم وتجيبوا اعلى الدرجات، ومع السلامه.